في حاجة مميزة قوي في لسان العصفور وهو انه مكرونة بس شبه الرز، فممكن ايوه نستخدمه في الشوربة زي ما بنعمل، او ممكن نعمل بيه اكلات مختلفة زي لسان العصفور باللحمة. اللحمة اللي استخدمتها كانت شرايح كده من وش الفخدة، بحبها في الاكلة دي بالذات تبقى حمرا خالص من غير دهون. دول كانوا نص كيلو، نشفتهم الاول كويس، بعدين في حلة على نار بين المتوسطة والعالية سيحت معلقة كبيرة سمنة وحطيت فيها اللحمة دي بس من غير ما ازحمها، وسبتها على كل وش لحد ما تكون عليها كراست كده من على الوشين، وشلتها من الحلة. ومكانها بقى حطيت بصلة مفرومة وقلبتها لحد ما بدأت تدبل، يعني لما اصفرت وبقت طرية كده. بعدين هرست عليها 3 فصوص توم وحطيت فلفلة حراقة وقلبتهم ثواني بس لحد ما ريحة التوم ظهرت. بعدين حطيت معلقتين كبار معجون طماطم وقلبتهم شوية وتبلتهم بمعلقتين صغيرين ملح. ممكن تحسوا ان الملح كده كتير بس ده للحمه ولسان العصفور اللي هحطه بعد شويه. وكمان حطيت معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره من السبع بهارات من باب الشام طبعا. وعشان اللحمه اللي استخدمتها ما كانش فيها عظم ولا دهون فطعم الشوربه بتاعها مش هيبقى قوي، قويته بمعلقه صغيره من المرقه الفوريه لباب الشام برضو. المرقه في الاكله دي بتفرق فعلا. وقلبت دول دقيقه بس كده، بعدين حطيت عليهم اللحمه مره تانية وقلبتها دقيقه كمان، وحطيت بقى عليهم كوبايه عصير طماطم متصفيه وكميه ميه مغليه تكفي تغطيها، وحطيت كمان حوالي ورقتين لورل ووطيت النار خالص وغطيت الحله وسبتها تستوي براحتها. السوا على نار هاديه لمده طويله في اللحمه بيخليها تندر او دايبه اكتر، وده اللي انا عايزه في الاكله دي بالذات، عشان لسان العصفور لما بيستوي بيبقى طري قوي، فمش هيبقى حلو لو اللحمه اللي معاه ناشفه او بتشد. وعلى حسب بقى قطعه اللحمه اللي استخدمتوها وقت السوا بيختلف. كل فتره كنت بتشك عليها ولو محتاجه ميه بزود ميه مغليه لحد ما لقيتها استوت وبقت مهريه كده. هنا بقى في طاسه تانية سيحت معلقه سمنه وحطيت فيها كيس مكرونه لسان عصفور، يعني 400 جرام، وحمرته في السمنه دي. الخطوه دي مهمه جدا عشان تفلفل، او يعني عشان ما تبقاش معجنه لما تستوي. وافتكروا ان هنا عايزينها تتحمص مش تتحرق. فلما لونها بقى بيج غامق كده يعني قبل البني حطيتها على اللحمه وقلبتها واتاكدت ان في ميه كفايه تغطيها بزياده سنتي 1 أو 2 مثلا، وسبتها تستوي. بس كل 5 دقايق كنت بقلبها كده، وممكن ازود ميه مغليه لو محتاجه لحد ما كل حاجه استوت بالكامل. اتاكدت هنا ان الملح مظبوط وشلتها من على النار، وكده بقت جاهزة تحفة ومختلفة هتفاجئكم، خصوصا لو انتوا ما كنتوش بتستخدموا اللسان عصفور غير في الشوربة قبل كده. قولوا لي رأيكم فيها، وشكرا عشان بتتفرجوا للآخر.